لو انت داخل السوق العقاري في 3 اشخاص ما ينفعش تدخل من غيرهم. اول شخص هو المستشار المالي، وده هيعمل معاك ايه؟ اول حاجه هيظبط معاك البيمنت بلان على حسب ظروفك، هيعمل لك دراسه جدوى للوحده اللي داخل عليها او المشروع اللي انت بتاسسه ده، وهيقول لك هتدفع كام وهتاخد كام قصاد اللي هتدفعه ده. تاني شخص هو المستشار القانوني، ده بيأمنك في ايه؟ اول حاجه بيشوف معاك ورق المطور واصل لفين في الارض، بيروح معاك جهاز المدينه ويسألك على المطور وسمعته في السوق. آخر حاجة بيمسك معاك العقد واحدة واحدة، بيراجع بنوده وبيشوف لو في عقود إذعان يقدر يعدلك في البنود دي، ولو المطور متشبث بالعقد وقتها بيجي دور الشخص الثالث. الشخص الثالث ده هو المستشار العقاري اللي بيبدأ يظبط لك التفاوضات ما بينك وما بين المطور. في أوقات بيبقى ليه تريكس كده بيقدر يعدل لك في بنود العقد، وهو اللي هيقدر يحول لك العقار ده لسلسلة من العقارات، ويقدر يعمل لك محفظتك العقارية. ولو عايز تعرف ازاي تأسس محفظتك بنفسك تابعني وهعرفك ازاي تعمل ده. أنا نوران حسين، بقدم استشارات عن العقارات.